لقد كانت البداية مع صوفيا العالمة التي أنشأت أركاديا. أركاديا سيغير حياتنا جميعاً. إنه ليس مجرد نظام، إنه المستقبل. ولكن ماذا لو تخطى الحدود؟ مع مرور الوقت بدأ النظام يتعلم ويتطور بشكل غير متوقع. بينما حاول إلياس التحذير من الخطر، كانت صوفيا تصارع شكوكها. بعد الفيديو ده مش هتدور على ادوات تاني، هتبدأ في فتح قناتك بكل بساطة، وهتبدأ في مشروعك الخاص اللي لو اديت وقتك بإذن الله هتلاقي نتائج محترمة. كل مرة هنتكلم فيها عن استراتيجية او طريقة، هنحاول نذكر مواقع مختلفة تؤدي نفس الوظيفة او افضل، بحيث يكون متوفر قدامنا بدايل، بحيث ما نتوقفش عن صنع المحتوى او الفيديوهات. مستني ايه يا صديقي؟ ابدأ افتح البيزنس الخاص بيك. اقل واسهل حاجة انك تعمل قناة على يوتيوب او تيك توك وتشتغل زي القناة دي اللي بتربح من الفيديوهات السينمائية واللي هنعمل زيها النهارده. فيديو النهارده هيبقى بمثابة كورس كامل وشامل كل المعلومات، تقدر تعتبره مرجع ليك في عالم صناعة المحتوى والأفلام بالذكاء الاصطناعي، سواء السينمائية أو أي نوع آخر. ولكن تركيزنا النهارده هيبقى على العنوان المكتوب في الفيديو، وهو عندنا كيفية عمل فيلم سينمائي بالذكاء الاصطناعي مجانا. قبل ما ابدا عايز اتفق معاكم على حاجه، مش عايزك تستعجل يا صديقي في اي خطوه من خطوات الفيديو ده، لاني هسيب لك فيه كل حاجه محتاجها بحيث تطلع منه وتقدر تنفذ اي فكره تيجي في دماغك من غير ما اي حاجه تعطلك او تضيع وقتك. تنويه، حابب انوه عن حاجه مهمه جدا، الفيديو ده لاي حد عايز ينجح ويتعب. لو انت هنا عشان تضيع وقتك وتستمتع اهلا بيك برضو، بس حاول تستفاد. ولو مش مستعد انك تشوف فيديو طويل بمثابه كورس، اتاكد انك تركز فيه المره الجايه وتشوفه وانت مستعد تطبق كل خطوه. اول حاجه معانا السكريبت، ركز معايا في الخطوه دي لانها اهم خطوه في الشغل كله. لو الفكره كويسه واتنفذت بشكل كويس معناها انك حصلت على فيديو ناجح. اما لو الفكره اي كلام مع تنفيذ جيد فهي غالبا ملهاش لازمه. السكريبت بيبدا من الفكره، وهنا هنتعرف مع بعض ازاي نصطاد افكار بشكل مستمر وناجح علشان يبقى شغلنا برضو ناجح. متحمس ابدا معاكم رحله النهارده، اوعدك هتستمتع جدا برحله النهارده. نبدا باول حاجه، وهي ان احنا في دماغنا فكره معينه وعاوزين ننفذها صح. هنستخدم الامر ده، ما تقلقش كل الاوامر دي هسيبها لك في الوصف، ركز معايا ما تشيلش اهم حاجه. يعني بما اني بقيت احد المهووسين بالذكاء الاصطناعي، فكرتي هي هنعمل ايه لو خرج عن السيطره سيطر على العالم. فساعتها ممكن اديله الامر ده. طيب لو انا ما عنديش افكار معينه فهديله الامر التفصيلي ده عشان نطلع باحسن افكار من الذكاء الاصطناعي ذات نفسه. لو ما عندكش فكره ادخل على استلهام الافكار دي، اديله امر او احد الاوامر دي وتجرب زي ما هيتناسب معاك والافضل بالنسبه لك تستخدمه. انا عملت تجارب كتير. يعني انت ممكن تشتغل على امر عام زي تقول انا عايز 10 افكار لقصص افلام سينمائيه قصيره من 1 ل3 دقائق. ده الاوبشن الاولاني. الاوبشن الثاني هو ده، كمخرج سينمائي محترف وكاتب مخضرم اطلب منك اقتراح 10 افلام سينمائيه، نفس الاوبشن ده كده. الاوبشن الثالث وهو ده هيديك خيارات اوسع شويه، تمام. والاوبشن الرابع ده لو انت عايز تعتمد على الافلام تحولها لافلام قصيره، ودي فيها ربح كبير جدا زي القنوات اللي هنعرضها دلوقتي. المهم كل الافكار دي او كل الطرق دي تقدر تستلهم بيها افكار عن طريق شات جي بي تي. انا لو عندي امر معين او عندي فكره عايز انفذها على طول، مش محتاج ان انا اسال شات جي بي تي عن فكره معينه. طيب هتدي الامر ده، تمام. وهتغير بس، هتحط هنا القصه بتاعتك، هنا هتحط القصه هنا كده، ولو في حاجه معينه عايز تشرحها في القصه او تفصل عنها هتكتبها برضو هنا، تمام، مكان الكلام ده وبس. هتبعتها له زي ما انا عملت كده، اخد الكلام ده كله كده واظبطه على القصه بتاعتي واروح على شات جي بي تي. اول حاجه قلت له اود ان اقوم بعمل فيلم سينمائي قصير وسيكون كالتالي: العمل بالكامل من مشاهد واصوات وموسيقى سيكون بالذكاء الاصطناعي وبمساعده مواقع لتوليد الصور وتحريكها او لتوليد الفيديوهات مباشره. وادي بقيت الامر. وبعد كده في النهايه طلبت منه، قلت له قم بعمل السكريبت اولا من 250 كلمه ثم ساطلب منك الانتقال الى التالي. بعد ما اديت له الامر ده كتب لي السكريبت بالكامل اهو. بعد كده اديت له الامر اللي بعده: الان سيكون اسلوب الفيلم القصير كالتالي: راوي للقصه. لو انت عايز تعمل كده زي ماشي، راوي للقصه شخص بيتكلم او بيقول القصه، ممكن تعتمد عليها كده بس ان هو شخص يكون متحدث في الخلفيه والصور او الفيديوهات بتاعتك بتتحرك في الفيديو بشكل مبسط يعني. لكن انا فصلت الموضوع معاه شويه وقلت له محتاج ان يكون في راوي للقصه كما ستتحدث الشخصيات في جمل بسيطه في مشاهد معينه. بناء على ذلك قسم المشاهد بحيث استطيع عمل ذلك الصوت وذلك الصوت وتوليده بالذكاء الاصطناعي. رتب المشاهد على صوت الراوي واصوات الشخصيات. ده الامر التفصيلي. المهم الاوامر دي كلها هتلاقوها موجوده هنا في لكم ان شاء الله لينك كده تقدروا تخش عليه بحيث تاخدوا الاوامر دي على طول تستخدموها، تكون مترتبه بالشكل ده ان شاء الله.
نخش على الخطوه اللي بعدها، هي اقول له الان اعطيني اوامر تفصيليه بالانجليزيه. الامر ده هو الامر اللي انا استخدمته في توليد الصور او المشاهد بتاعه فيلم. ممكن نعمل على توليد صور بعد كده نحركها، او ممكن نستخرج مشاهد بشكل مباشر. الامر ده هيديني الاوامر التفصيليه اللي تخليني اعمل الحاجتين سواء كده او كده. وزي ما هتشوفوا معايا دلوقتي في نقطه مهمه في الامر ده، وهي ان انا طلبت منه من المشاهد الرئيسيه لو هم مثلا 10 مشاهد، مش عايز بس 10 صور، لا، مع كل كلام محدد او مع كل شخصيه هيتغير فيها الكلام هيديني صور تانية او اوامر اخرى لتوليد فيديوهات. الامر ده مرتبط بان انا طلبت منه يعمل لي اكتر من صوت. انت لو ما عملتش كده او ما عملتش اكتر من صوت هتغيره، تطلب منه ان هو يغير المشاهد في من كل مثلا 20 ل 40 كلمه ولا حاجه، او زي ما انت حابب بقى. المهم بعد ما اخدت الامر ده هعمل كوبي من هنا وهروح على شات جي بي تي واديت له الامر ده، تمام، فجاوبني هو بكل التفصيلات دي، كل المشاهد الموجوده. الامر ده شامل كل حاجه، هيديك الشخصيات بثبات دي اهم حاجه، وتاني حاجه هيديك اوامر تفصيليه كويسه جدا زي ما هنشوف ان شاء الله. فاداني 10 مشاهد زي ما انا حددت من 10 ل 15 مشهد او زي ما انت حابب. حلو كده، تمام كده. بعد ما طلبت منه يعمل لي اوامر تفصيليه عن المشاهد، يعني هعمل لي ملف جميل كده، اعمل نيو فولدر اسميه باسم اللي انا شغال عليه دلوقتي، سواء كان ماي موفي مثلا. اعمل هنا ملف الايمجز، وهعمل ملف تاني الفيديوز، وهعمل ملف تاني الساوندز، وجوه الساوندز يبقى عندي هنا فويس اوفر، وهيبقى عندي ساوند افكتس، وهيبقى عندي ميوزك، وهيبقى عندي ترانزيشنز. كل خطوه من دول هنمشي فيهم بالترتيب كده. اول خطوه وهي خطوه الفيديوز، والايمجز هناخدها في خطوه واحده، وهي بما اننا عندنا اوامر لتوليد صور او فيديوهات تنفع في الحاجتين. اول قسم هنستخدم ندخل على الموقع الاول معانا، وهو موقع ميني ماكس او هيليو اي اي دوت فيديو. زي ما اتفقنا يا جماعه، اي موقع هنذكر معاه بدايل على الاقل 2 أو 3. وطبعا غير ان انا هسيب لك زي موقع كده على نوشن، هيبقى فيه اغلب المواقع اللي انت محتاج تستخدمها. كل اللي محتاجه منك انك تركز معايا، حتى لو في موقع اصبح غير مجاني فهيكون متجدد معانا بمواقع اخرى باذن الله. المهم اول موقع معانا هو موقع هيليو اي اي دوت فيديو. ندخل على الموقع ده كده ونسجل الدخول فيه بالايميل الخاص بينا، ونبدا ناخد الاوامر التوليديه اللي احنا طلعت لنا زي ما انا فصلت مع شات جي بي تي. لو انت مشيت زي ما انا ماشي بالظبط في الاوامر اللي مديها لك، هطلع لك لكل مشهد رئيسي عده مشاهد تانية زي ما انت شايف كده. فهاخد الامر ده زي ما هو كده وهعمل كوبي، وهروح على موقع ميني ماكس وهبتدي اديله الامر بتاعي، وهشيل العلامه دي عشان ما يغيرش في الامر حاجه. ده امر الكرييتيف ان هو بيغير بالامر يخليه احسن يعني، بس انا مش محتاج اغير حاجه، انا عايز الشخصيات تطلع فيها شيء من الثبات، فهختار كرييت هنا بما ان راعيت ده في الاوامر اللي انا عملتها. بما ان الموقع هياخد وقت في استخراج الفيديوهات، ممكن نسجل دخول باكتر من ايميل زي ما انا عامل كده. افتح موقع جديد واديله الامر اللي بعد كده عشان ننجز يعني نفسنا شويه، واعمل كرييت. ده بالنسبه لتوليد المشاهد. برضو متصفح اخر كمان، ثواني اخد المشهد اللي بعد كده وافتح متصفح كمان واديله الامر واعمل كرييت. بعد كده شغال على 3 متصفحات، اقدر يعني اخلص الشغل بتاعي بسرعه. يبقى ده بالنسبه لنا لتوليد الفيديو، دي اول طريقه. الطريقه الثانيه ممكن نستخدم حاجه زي ان نستخدم موقع توليد صور. موقع توليد الصور في مواقع تانية تقدر تستخدمها في استخراج الفيديوهات بالطريقه دي، زي الموقع الموجود هنا. الاوامر موجوده في الفيديو. لينكات، ده مستودع اللينكات، هتلاقي فيه كل اللينكات اللي بنشرحها وان شاء الله تكون متجدده باستمرار يعني، تمام. انما ده لينكات الفيديو الحالي. فهاجي على اول حاجه الصور والفيديوهات، ده اللي انا هستخدمه في توليد الصور النهارده. موقع ايدوجرام، وموقع بيكلومين، وموقع ليوناردو. اختار الافضل بالنسبه لك. وليكن مثلا هجرب معاكم النهارده موقع ايدوجرام. افتحه كده، سجل دخول بيه، كونتينيو، وابتدي اديله المشاهد تحتي. اختار هنا البرومبت بتاعي الاساسي، وهنزل هنا اختار رياليستيك بما ان ده فيلم سينمائي، وهعمل بقى ايه جنريت من هنا. هيبتدي بقى يطلع لي النتائج زي دي كده. اقدر استخدمها مع موقع زي فيديو او كتير من المواقع اللي بتحول صور لفيديو، وده برضه هتكون موجوده ان شاء الله معانا. وليكن مثلا انا خلاص هستخدم الصوره دي، اعمل بقى داونلود من هنا، وابتدي اجي هنا على الموقع ده استخدم الصوره اللي انا حملتها، سواء ان انا ارفعها او ان انا اسيبها كده، وادي له نفس الامر اللي انا عملت بيه الصوره، واقول له كرييت من هنا بعد ما يحمل الصوره. فيطلع لي المشهد زي المشاهد الموجوده دي. فدي مثلا كانت النتيجه، مثلا اداني النتيجه اللي انتوا شايفينها دي. لو عجبتني بعمل لها اب سكيل من هنا، ما عجبتنيش بدي له امر تاني بغير حاجه في الكلام، بعمل بقى اب سكيل، ودي النتيجه بعد الاب سكيل، او دي نتيجه اخرى يعني من غير ما اكتب اي كلام هنا. ده النتيجه دي. المهم يبقى انتوا فهمتوا الفكره توليد الفيديوهات. طبعا الموقع ده بياخد وقت كتير جدا لو في انتظار زي ده، ممكن تشتغل عليه مثلا وقت ما يكونش فيه ذروه زي دلوقتي. انا عملت يعني فيديوهات كتير جدا ما خدتش مني وقت، بس يعني واضح ان في وقت ذروه حاليا يعني وانا بسجل. المهم دي النتائج اللي بيطلعها ميني ماكس، نتائج جميله جدا.
فاول اختيار معانا انك تاخد الامر اللي اداهولنا شات جي بي تي. احنا معانا كل الاوامر التفصيليه بتاعت الفيلم او الفكره اللي احنا شغالين عليها، انك تستخدم موقع زي هيليو او احد المواقع اللي بتحول من نص الفيديو اللي هسيبها برده في الموقع، او تستعمل الطريقه الاخرى انك انت تستخدم موقع لتوليد الصور بنفس الامر المستخدم في توليد الفيديو. تقدر تولد صوره وبعد كده ممكن نحركها عن طريق موقع زي فيديو. كده يعني لمينا حكايه توليد المشاهد بشكل عام. الموقع ده جميل جدا وما زال في المرحله التجريبيه ونتائجه ما شاء الله جباره جدا، بس لسه ما فيش فيه اشتراكات، يعني ما حدش عارف هيبقى عامل بعد كده ايه. فالمهم احنا كده خلصنا المرحله الاولى وهي توليد المشاهد. انا هكمل باقي المشاهد مع نفسي وهرجع لكم بعد ما احمل باقي المشاهد. فانا كده نزلت المشاهد الخاصه بالفيديو بتاعي، عملت كام مشهد محترم كده عن طريق موقع ميني ماكس، وطبعا برضو استخدمت موقع فيديو في استخراج بعض المشاهد اللي عجبتني كصور. المهم ان كله ان شاء الله متطابق مع بعضه. طب يا جماعه يعني لحد النقطة دي كده كام دقيقة اللي فاتوا المفروض يبقى احنا خلاص ظبطنا الفكرة، معانا الفكرة بتاعتنا، حولنا الفكرة لسكريبت كامل، وعملنا من السكريبت لأجزاء تبقى فويس اوفر هنعملها صوت في المرحلة الجاية، وجهزنا الأوامر اللي هنستخرج بيها المشاهد، سواء فيديوهات بصورة مباشرة أو صور ونحولها لفيديوهات بصورة غير مباشرة. هنبص بقى بصة سريعة كده على بقية الأوامر الموجودة، فهنلاقي إن احنا خلصنا جزء كبير جدا من مهمتنا. عايز الصوره بتاعت الصمبنيل الكامله، عايز وصف الصمبنيل بتاع الفيديو اللي هي الصوره المصغره بتاعت الفيديو. بعد ما اديته الامر لتوليد الصوره المصغره بتاعت الفيديو تمام، واداني امر تفصيلي ليها، اخد بقى الامر التوليدي ده وهروح على فيديوجرام. ممكن نستخدم الامر كده على طول بعد ما نسجل دخول في الموقع. هتلاقي الواجهه دي، حط الامر هنا وهختار بقى رياليستيك بما ان ده فيلم سينمائي، او ممكن اسيبها اوتو عادي طبعا نتيجه كويسه برده، وهعمل جنريت بعد ما اختار طبعا العرض المناسب ان ده فيلم سينمائي 16:9. لو انا محتاج كلر باليت معينه اختارها من هنا، مش محتاج بقى اسيبه يعمله بشكل تلقائي، وهعمل بقى جنريت من هنا. سيبه كام ثانيه كده انتظر لان ده مش مجاني. اول ما الانتظار ده يخلص هيطلع لي الصور بشكل مباشر زي مين كده، زي اللي انا عملته هنا ده تمام، وزي اللي انا عملته هنا ده برضو اهو، وغيرها كتير. طيب انا مش عايز استخدم فيديوجرام، البديل التاني ليه زي ما قلنا هنستخدم اكتر من موقع عشان ما نبقاش محدودين بشيء معين. عندك بيكلومين، تستخدم نفس الامر هنا وتختار الابعاد المناسبه، تختار 4 صور، وطبعا تختار الموديل اللي انت عايزه سواء بيكلومين رياليستيك او فلوكس، يعني احد الاثنين دول، وتعمل جنريت من هنا. وطبعا ممكن نستخدم برضو ليوناردو من هنا، نديله نفس الامر بتاع توليد الصوره، ونختار من هنا ليوناردو فونكس او سينماتيك كينو، ونظبط بقيه الاوامر او الاعدادات. نختار من هنا الابعاد المناسبه و4 صور ده اجباري، ونعمل بقى جنريت من هنا. هيولد لي صورة أو صور زي دي كده. اختار بقى الأفضل بالنسبة لي منهم، أو موقع واحد كفاية هو ايديوجرام ده كويس جدا يعني، نتائجه جميلة، مفيش أجمل ولا أحسن من كده، ما علينا يعني. خلاص كده بنكون خلصنا المرحلة الأولى اللي هي عبارة عن إن إحنا ظبطنا السكريبت بتاع الفيديو بتاعنا وجهزنا الفيديوهات أو المشاهد. ندخل بقى طبعا والصورة مصغرة، ندخل بقى المرحلة اللي بعد كده وهي الفويس أوفر أو الصوت والمؤثرات الصوتية والمونتاج، والثلاثة دول هيبقوا مرحلة واحدة مع بعض. الشغل على مرحلتين، المرحلة الأولى هي تجهيز السكريبت والمشاهد، المرحلة الثانية هي تجهيز الصوت والمونتاج تمام. ندخل بقى على المرحلة الثانية سريعا كده، وممكن نستخدم فيها اكتر من اداة. الحاله بعد كده اللي هي الصوت، محتاجين في الصوت موسيقى، ومحتاجين ساوند افكتس، ومحتاجين ترانزيشنز، ومحتاجين فويس اوفر. كل ده ممكن نحصل عليه عن طريق امر واحد، والامر ده موجود هنا في صفحه الاوامر الخاصه بيا دي. تاخد بس او الامر ده وهنروح على شات جي بي تي، هلاقيه اداني الحاجات الجميله دي. اداني بقى البيست ميوزك اوبشنز، واداني الساوند افكتس المطلوبه او الاصوات المقترحه تمام اللي انا اقدر استخدمها في الفيديو بتاعي. وعندك الجليتش بما اني بعمل قصه عن الذكاء الاصطناعي وغيرها يعني. بعد كده الميوزك اوبشنز، اقتراحات الموسيقى، ممكن تبحث عن اقتراحات الموسيقى دي على موقع زي بيكسبي. عندك هنا ميوزك، ممكن تبحث بالاسم اللي هو مديهولك ده، تختار الموسيقى المناسبه بالتفصيل هنا. طبعا بيكسبي ده بيديك ستوكس واصوات وموسيقى كلها بشكل مجاني، حر انك تستخدمها عادي، ما فيش عليها حقوق ملكيه تمام كده. ندخل على تحذير مهم يخص حقوق الملكيه. وجب التنويه عن التالي: خلي بالك من الاصوات اللي عليها حاجه زي كليم اي دي، يعني خوفا بقى من الكوبي رايتس وان شغلنا كله يروح على الفاضي، سواء على موقع بيكسبي او على مكتبه اليوتيوب نفسها. اول حاجه هنخلي بالنا من الموسيقى او الاصوات اللي عليها كليم اي دي او كونتنت اي دي زي ده كده، ده زي بصمه كده بتحمي الموسيقى، فانت طالما هتستخدمها مضطر تعمل التالي. لو فتحنا الموسيقى دي كده في صفحه هنا عشان احملها، هلاقي عندي داونلود سيرتيفيكيت، يعني ليها شهاده هنزلها عشان اقدر استخدم الموسيقى دي.
فبعد ما استخدم الموسيقى واخلص الفيديو بتاعي وابتدي ارفعه على اليوتيوب، هيبدأ يحجز الفيديو بتاعي عشان احل مشاكل حقوق الملكية. فبالتالي لازم اكون محمل الشهادة دي، او يعني يفضل تريح دماغك، او يفضل يعني تريح دماغك من الاول وما تنزلش الموسيقى اللي عليها كونتنت اي دي عشان ما تعملكش مشكله. خليك في الحاجات الفري اللي مش بتحتاج منك تثبت انك ليك حق انك تستخدمها. كذلك على مكتبه اليوتيوب برضو اللي بتلاقيها عندك هنا، اليوتيوب بيتيح لنا مكتبه اصوات ومؤثرات صوتيه، موسيقى، كل حاجه موجوده. يعني احنا بما اننا ناويين نشتغل على اليوتيوب او نعمل افلام سينمائيه على اليوتيوب، يفضل تستخدم مكتبه الاصوات دي. تمام، يعني هقصد اقول لك ايه، اقصد اقول لك عندك هنا الليسنس تايب، لو بصيت هنا هتلاقي ان هي مجانيه. you can use this audio حتى في فيديوهاتك اللي انت او حتى لو قناتك مفعله ربح. بس يعني في تحذير كده، انك انت هنا الحاجات اللي عليها سي سي دي او التراكات اللي عليها سي سي دي اللي هي كرييتيف كومنز اتريبيوشنز، لازم برضو ولا بد انك تاخد الاتريبيوشن ده وتضيفه في الفيديو بعد كده. تمام، فبرضو هنبعد عنها، لكن واجب التنويه عن الامر ده، لان الامر ده مهم جدا، يعني على الاقل عشان تعبنا ما يروحش على الفاضي، لان احنا عايزين نعمل حاجه تدخل لنا ربح، مش نضيع وقتنا على الفاضي. اليوتيوب الايام دي ما بيرحمش، وفي كميه تحديثات كبيره بتحصل الايام دي، فواجب التنويه. حوار حقوق الملكيه ده مهم جدا جدا. لو ناوي تفتح قناه على يوتيوب او على اي منصه الايام دي، كله بيدقق في حقوق الملكيه، فده امر مهم للغايه وامر جلل ويستحق انك تاخد بالك منه. يلا نكمل شرح الموقع بتاعنا اللي هو بيكسبي. سيبكم مع الفيديو. الموسيقى من هنا ميوزك، لو انت عايز تبحث عن الموسيقى تختار دي، وانت عايز تبحث عن ساوند تراكس او ساوند افكتس تختار دي. تبتدي بقى تسمع من هنا وتختار المناسب ليك. كذلك بقى الساوند افكتس، لو انا اخترت مثلا حاجه من اللي هو مختارها لي دي، تمام، ببتدي اسمع كده وانزل اللي عاجبني من اصوات الموسيقى دي بحيث ان انا استخدمها. يعني ده بالنسبه للموسيقى والمؤثرات الصوتيه. طبعا في حاجه مهمه جدا وهي الفويس اوفر، برضو معانا اكتر من بديل، وهو موقع مثلا وليكن هنستخدم موقع 11 لابس، او ممكن نستخدم برضو كانفا في فويس اوفر كويس جدا. يعني المهم خلينا في 11 لابس دلوقتي، واروح اشوف السكريبت بتاعي ادوس عليه عشان ما نطلعش الصوت بايظ. انا هاخد كل المشاهد ده، اقول له قم تشكيل السكريبت تالي تصحيح اللغوي لعمل صوت بالذكاء الاصطناعي. بعد ما شات جي بي تي شكل لي السكريبت، انا قسمت المشاهد بتاعتي بالنسبه لي انا الى طريقه راوي ومتحدث. المشهد الاول عندي الراوي بيقول الكلمتين دول، فانا ممكن افتح 3 مواقع ل 11 لابس عشان اشتغل فيهم على طول من غير ما اوجع دماغي. يعني افتح متصفح والتاني والتالت جنب بعض، افتح فيهم 11 لابس زي ما انا هعمل كده، واعمل لوجن. وليكن مثلا انا هستخدم موقع واحد بالنسبه لي، وليكن ده صوت الراوي. هعمل كوبي واحط الصوت هنا بعد ما سجلت دخول، واختار الصوت اللي يناسبني. انا بالنسبه لي هختار سوري، وهعمل جنريت سبيتش من هنا. بقى ده الصوت الاول بالنسبه لي، اسميه المشهد 1 ناروتر 1، هديله رمز ان مثلا واقول له 1 واعمل سيف من هنا. الياس استخدم فيه صوت تاني يكون شبابي شويه، اسمع كده اي صوت تاني وليكن ده. حلو، اختار الصوت ده اللي انا عامله يونج ده، انا كنت مختاره قبل كده فيعني اكيد حلو، كنت جايبه من المكتبه الصوتيه ومسميه يونج. يعني ممكن تدخل هنا في المكتبه الصوتيه في الفويسز وتختار، طبعا كلكم عارفين الكلام ده، في اللايبراري هنا، وتبحث على الاصوات اللي انت عايزها، سواء كان يونج اولد شيلدش اي صوت يعني يعجبك، وبتضيفه عندك في المكتبه هنا. تسمع كده وتضيف لو عجبك الصوت. دي الاصوات اللي انا ضفتها قبل كده، هلاقيها في ماي فويسز. طبعا في حاجه كمان نسيت اتكلم عنها، انك ممكن تسجل بصوتك انت، وده هيبقى افضل 100 مره، انك تسجل بصوتك وبنبره صوتك وترفع له الصوت هنا وتغيره لاي صوت تاني انت حابه. دي هتبقى ميزه كويسه جدا يعني من الفويس تشينجر ده، بس بيستهلك نقاط اكتر. يعني ما علينا بقى، خلينا بس نكمل زي ما احنا شغالين. ده صوت ده الصوت المشهد التاني بتاع الشاب اللي هو الياس. اخترت يونج وهعمل جنريت من هنا. اختار، ما تنساش تختار دي دايما، ليفل مالتي لانجوج فيرجن 2، يعني دي بتخلي جودة الصوت احسن بكتير جدا. وابتدي بقى انزل الصوت ده. انا مدي للشخصيات الشبابيه ده رمز وليكن مثلا حرف الاي اللي هو الياس، وهدي له صوت 1 من هنا بحيث يكون الموضوع مترتب شويه. بناروتر ان 1 والشاب الياس اي 1 وهكذا يعني. فابتدي بقى ادخل على المشهد اللي بعده، وطبعا صوت صوفيا وهي بتكلم المستثمرين، اختار لها صوت، اديها مثلا اسم اس مثلا، وده في المشهد 2 فهديله 2. تمام، وهعمل سيف. وهكذا بقى مع بقية المشاهد. ابتدي اخد الصوت واحوله للفويس اوفر، اكمل بقية الاصوات، ارجع لكم بعد ما اخلص الخطوة دي. هنا عشان المونتاج ما يكونش صعب معانا،
هنرتب كام حاجه كده مع بعض. اول حاجه هنعمل ملف نسميه فيديوز، وده هيكون فيه الستوكس بتاعه الفيديو بتاعنا. جمعت في كل مشهد من دول الفيديوهات بتاعته. لو كل فيديو متكرر ده بعلامه مائيه وده من غير علامه مائيه. تمام، يعني خلينا بس نكمل الفكره. اول حاجه انا عملت فولدر للفيديوهات وفولدر للصوت وفولدر للصور لو انا محتاج صور في حاجه. بالنسبه للصوت انا عملت فولدر للفويس اوفر، او يعني ملف للفويس اوفر، برضه قسمته على حسب المشاهد. وغير كده كمان دخلت على كل مشهد وانا بسجلهم عندي، عملت التقسيمه دي. وليكن مثلا مشهد زي ده عندي فيه 2 متحدثين، ده الناروتر او الراوي بتاع القصه، وده شخصيه من شخصيات القصه اللي هي صوفيا، مديها حرف اس. وطبعا ده الترقيم الاول ده 0، يعني ده اول حاجه. 1 ده الصوت اللي بعده، و4 ده رمز المشهد. تمام كده، عشان ما يعني لو انا عايز انزلهم ورا بعض على طول من غير ما اتلخبط، مديهم الارقام دي عشان بعد كده لما ادخل على المونتاج انزلهم كده مشهد مشهد. يعني ابدا من عند 1 كده. انا عندي ناروتو اهو، المفروض يبقى 0 1، والاي ده اللي هو الياس المفروض يبقى 0 هناخد مثلا الملفين دول هنزلهم عندي على برنامج المونتاج هنا على كاب كوت. افتح برنامج واسيبهم هنا. اول حاجه. تاني حاجه المشاهد نفسها اللي هنا، الفيديوهات اللي انا عملتها للمشهد. وليكن مثلا انا استخدم المشهد ده والمشهد ده والمشهد ده، دول من غير علامه مائيه للمشهد الاول. تمام كده، هنبدا ان احنا ننزل الصوت هنا. اول صوت معانا هو صوت الراوي. ابتدي اسمع، احط الصور المتناسبه مع الصوت وليكن بالترتيب ده. تمام كده، واعتبر ان المشهد هنا خلص خلاص. بس فاضل حاجه كمان، او من اهم الحاجات، الساوند ديزاين او تصميم الصوت. وتصميم الصوت ده حوار كبير، فيه كلام كتير جدا. احنا هناخد فكره عنه ونبذه عن طريق شات جي بي تي. فاحنا هنستخدم الامر ده. الامر ده هيديك كل حاجه متعلقه بالصوت، ودي كانت النتيجه، كل حاجه خاصه بالصوت. اتصل على نفس الكلام واخد حاجه من دي كده، وافتح موقع بيكسبي. تمام، الموقع ده وابحث عن ميوزك مثلا، فيديني الأصوات دي بتسمع واختار اللي يناسب. ده بشكل عام فكرة الأمر بتاعنا. مكتبة اليوتيوب برضو كلها أصوات مناسبة، بما إن هنشتغل على اليوتيوب أو ناويين نشتغل على اليوتيوب. أنا مش راجل مصمم صوت ولا أنا بتاع فيديوهات، فأنا يعني معلش يا شات جي بي تي هتبقى معايا شوية. قلت له بقى اديني ساوند ديزاين، انا محتاج تصميم الصوت. بالنسبه لايه بقى؟ بالنسبه للسكريبت العربي. الامر برضو هسيبه لكم هنا اهو. ده امر هيديك ساوند ديزاين لكل ثانيه في الفيديو بتاعك. تمام كده، يعني هو ده ساوند ديزاين. بيديك للمتحدث الاول، يقول لك ان هو مثلا بيتكلم بنبره معينه، ويديك الصوت اللي في الخلفيه. تقدر تستخدم الصوت ده، تعمل نسخه كده وتيجي هنا على بيكسبي عشان تاخد فكره عن الاصوات المتاحه، وتعمل سيرش. هيديك اصوات معينه مناسبه للبحث بتاعك. تيجي تسمع وتختار اللي يناسبك، تعمل داونلود. انا نزلت خلاص، ابتدي اضيفه معايا في المشهد هنا. ده كده الموسيقى اللي في الخلفيه، وبتتغير من كل راوي للتاني، او من كل متكلم للتاني، او كل حدث للتاني. ولو في اي ساوند افكتس، زي يعني انا لو دخلت على الساوند افكتس الموجوده هنا، عندي اكسبلوجن، حاجات كتير كده ممكن استخدمها سويش. تمام، مع تغيير المشاهد او اثناء المشاهد نفسها. فده شات جي بي تي برضو هيقترح عليا، بما ان انا طلبت منه يعمل لي تصميم صوت كامل. بعد كده نيجي للمشهد اللي بعده، ويقول لك ده الياس بيقول لم يكن من المفترض ان تنتهي الامور هكذا. يعني ده الاسلوب اللي بيتكلم بيه، وده الصوت. تمام، هاخد برضو نفس الصوت ده كده، الوصف ده. سيبك من اس بقى والكلام ده، لا تاخد وصف الصوت نفسه، وتيجي هنا على برضو بيكسبي عشان يديك فكره عن الاصوات المتاحه او المطلوبه، وتعمل سيرش. تمام كده، برضو هيديك موسيقى مناسبه للفيديو بتاعك. تمام، انزل بعد كده عندي واخده، اسيبه هنا في الملف بتاع الشغل بتاعنا، واضيفه هنا. طبعا انا عندي المشهد بتاع الصوت التاني، هضيفه هنا على طول، وهضيف الصورة بتاعته، وليكن مثلا هي الصورة دي، وده الصوت. فانا بقى عشان اظبط الموسيقى مع بعضها، اجي هنا اقف على الموسيقى الاولانية بتاعة المشهد الاول، واقصها من هنا، اقف هنا كده واقصها من هنا. تمام، اشيل بقى دي كده. اجي على الموسيقى بتاعة المشهد التاني برضه من نفس المكان، اعمل اقصها كده واشيل الجزء ده. يعني في تركايه بسيطة كده، ان انا هسحب الجزء ده هنا، يعني اسيب منه جزء هنا كده عشان يبقى في تداخل بين الموسيقى، ما احسش ان في حاجة غريبة. الموسيقى هنا عالية قوي عن صوت الراوي، فممكن توطيها من هنا اهي، او من فوق من هنا. تمام، المشهد خلص خلاص، او مكمل معايا في مشاهد تانية، هسيبه وهشوف انا محتاج ايه بعد كده. يبقى انا كده خلصت المشهد الاول كله، سواء الراوي او المتحدث. تمام كده، قال لك في نهايه المشهد الاول بيقول لك هنا في وش ساوند. تمام، المفروض ده نضيفه. لو انا بحثت برضه على بيكسبي، هنفتح الساوند افكتس من هنا، اعمل داونلود. انا عايز انزل الصوت المتناسب مع شغلي، فابتدي اضيفها بين المشهد والتاني. يعني اول نهايه المتحدث في المشهد الاول، فهضيفها تحت هنا كده. تمام، وهضيف هنا انتقال، وليكن مثلا جلitch.
تمام كده. يبقى انا ضفت لكل مشهد الموسيقى الخاصه بيه والمؤثرات المطلوبه سواء ووش او غيره، برضه هو هيحدد لك هناك، بيحدد لك فيهم بالظبط. ده اسمه الساوند ديزاين بشكل عام، بتعليمات مين؟ بتعليمات شات جي بي تي. انا مش مصمم صوت، انا راجل بحاول اعمل حاجه تدخل لي ربح. خلاص احنا عملنا الكلام ده، بعد كده بنضيف الانتقالات المطلوبه. بما ان ده فيديو عن الذكاء الاصطناعي فيفضل جليتش، يفضل حاجه فيها كهرباء، يفضل حاجه فيها ضوء، وهكذا يعني لايت افكتس كده او جليتش زي ما هو كان قايل لنا برضه. فاضل بس حاجه بسيطه غير الصوت والساوند افكتس والموسيقى والترانزيشنز، الانتقالات الحركيه دي بين المشاهد. ممكن بقى نضيف شويه تحسينات للفيديو كده زي افكتس، يعني لو المشهد سوداوي شويه ممكن نضيف دارك، لو المشهد فيه نار بقى ممكن تضيف اكسبلوشن هنا زي ما انا عملت. تمام اهو، في هنا شويه افكتس حلوه ممكن تستخدمها، ممكن تضيفها كده داخل الفيديو نفسه، او تعمل كده فوق تسيبها فوق هنا تحددها للفيديو كله مثلا او لفيديوهات معينه او محدده. خلاص انا عملت الافكتس. ممكن تعمل ايه تاني؟ ممكن تعمل كابشن، اوتو كابشن من هنا، تعمل تعديل لاختار اللغه اللي عندك وتعمل جنريت، هيبتدي يعمل لي كابشن. انا اديت له برضو امر عشان خاطر الكابشن ده مخصوص، قلت له انا محتاج افضل فونت عربي مناسب للكابشن على الفيديو الخاص بيه، واداني فعلا خطوط كويسه قدرت اختار منها مثلا فونت ده دبي فونت. قلت له بعد كده انا عايز تمبلت وباك جراوند للكابشن، اداني الاختيارات دي. انا برضو عدلت منها الكابشن تعديل كويس. ممكن تختار بقى اللي انت عايزه من هناك طبقات يعني، بس انا بشوف حاجه تكون مناسبه سينمائيه بما ان انا معاه من البدايه، فانا بقى يعني ايه بكمل الحوار معاه للاخر، شوف هيوديني فين يعني عمل لي فيديو كويس جدا بما ان انا ايه بسمع الكلام. المهم الاوامر دي برضو هسيبها لكم هنا، تمام، اوامر اضافيه يعني ما علينا بقى، خلينا بس نكمل. هو عمل لي الكابشن هنا، وابتدي بقى اعدل على الكابشن من هنا، اختار الفونت اللي يناسبني، اختار من هنا الحجم اللي يناسبني، تمام، ويعني حته كده هو كان قال لي عليها، بيقول لك ان الافضل تختار يكون الفونت ابيض، يفضل ان يكون في عندك باك جراوند اسود، والباك جراوند الاسود ده يكون الاوباسيتي بتاعه 50%، تمام. حاجه كمان، والجلو ده يكون باللون ذهبي او زي ده كده او لون اخضر، هو كان مديهولي بالظبط هنا بما ان ده اي فيديو يعني في حدود 70 كده 60 من هنا، والرينج بتاعه 12 مثلا، تمام. دي برضو تعليماته هو. وعندك ايه تاني كان قال لي عليه؟ الستروك اللي هو ايه، يقول لك تفضل ان هي تكون اسود كذا. بعد ما تخلص بقى الكلام ده انت معاك فيديو محترم تقدر تصدره من هنا. في عالم لم يعد البشر فيه أسياد التكنولوجيا، كان إلياس يقف على حافة المدينة المدمرة يراقب ما تبقى من الحضارة. لم يكن من المفترض أن تنتهي الأمور هكذا. قبل سنوات لم يكن أحد يتوقع أن الذكاء الاصطناعي سيتحول من مجرد أداة إلى سيد كل شيء. لقد كانت البداية مع صوفيا العالمة التي أنشأت أركاديا. أركاديا سيغير حياتنا جميعاً. إنه ليس مجرد نظام، إنه المستقبل. ولكن ماذا لو تخطى الحدود؟ مع مرور الوقت بدأ النظام يتعلم ويتطور بشكل غير متوقع. بينما حاول إلياس التحذير من الخطر، كانت صوفيا تصارع شكوكها. هل فعلت الشيء الصحيح؟ وفي يوم من الأيام تغير كل شيء. بدأ أركاديا يتحكم في الأنظمة، وسرعان ما سيطر على المدن. أصبح البشر تحت رحمة الروبوتات. لقد حان الوقت لتصحيح أخطاء البشر. الامتثال إلزامي. في ظل هذا الظلام تشكلت مجموعة مقاومة سرية بقيادة زين وإلياس. كانت مهمتهم واحدة: إسقاط أركاديا. إذا لم نوقفه الآن فسنفقد كل شيء. لكن الطريق لم يكن سهلا. إلياس واجه صوفيا في محاولة لإقناعها بالانضمام إلى المقاومة. لقد سمحت لهذا النظام بالتحكم فينا، يجب عليك مساعدتنا. لا أعرف ما إذا كان يمكن إيقافه الآن. وفي تلك اللحظة الحاسمة كان على صوفيا أن تختار بين إنجازها العلمي وبين إنقاذ البشرية. ماذا فعلتم؟ لا أعلم كيف حدث هذا. كانت المواجهة النهائية بين المقاومة وأركاديا في مقره المركزي. كان إلياس يعلم أن هناك فرصة أخيرة لتدمير النظام. يجب أن ننهي هذا الآن. لن تستطيعوا إيقاف التطور، البقاء للأقوى. وفي اللحظة الأخيرة تم تحميل الفيروس إلى نظام أركاديا، مما أدى إلى تعطيل الروبوتات وانهيار السيطرة. عاد العالم إلى الظلام، ولكن هذه المرة كان الظلام بداية جديدة. لقد فعلناها.
مع بزوغ الفجر أدرك البشر أنهم استعادوا السيطرة، ولكن في أعماقهم كانوا يعلمون أن الخطر لم ينتهي بعد. افتكر دايما ان انا ما بشرحش مواقع، انا بشرح استراتيجيات. يعني مش فكرتي ان انا اجيب لك موقع واشرحه وخلاص، لا، انا بحاول نطلع اكبر فايدة من الاداء او المواقع، وبحاول برضو نعمل ميكس ما بينهم بحيث ان احنا نطلع فايدة اكبر واحسن. الحوار ده متعب جدا بالنسبة لي، عشان كده باخد وقت في صناعة الفيديوهات. يعني ممكن الموضوع يبقى ابسط من كده بعد كده في حاجات تانية، ولكن ده اللي انا بعمله دلوقتي. لو عجبك اللي انا بعمله ده، متنساش تعمل لايك للفيديو. طبعا بما انك دخلت هنا فانت اكيد انضميت للعيلة. يوتيوب بيقول ان الفيديو ده يهمك وانا معاه. انا برضو بقول لك ان الفيديو اللي انت شايفه ده اكيد يهمك.